اشتريت اغلى معدة اضاءة في حياتي. اخيرا هقدر انقل شكل الفيديو بتاعي للشكل اللي انا بحلم بيه من ساعه ما بدات الفيديوهات على اليوتيوب، هنا تقريبا اكتر من 8 سنين. استثماري في خلال 2025 اقدر اعتبره هو الاستثمار اللي لازم يروح ناحيه اللايتنينج شويه والاضاءه، لان هي دي اللي انا اصلا المفروض كنت استثمرت فيها من البدايه خالص. اشترينا 3 معدات، فحابب اشارك معاكم الرحله في اختيار كل معده من الثلاثه، وايه المشاكل اللي قابلتني في اختيار كل معده وتغلبت عنها ازاي. الاضاءه عموما بتتكون من 3 عناصر. اول حاجه اللايتنينج هيد نفسه، الحاجه اللي بتطلع نور. ثاني حاجه الوسط اللي بيمشي فيه النور، اللي المفروض بينعم الاضاءه ويجيبها على وشك كويس. ثالث حاجه اللي هيشيل الكلام ده كله، اللي هيشيل معده الاضاءه او الهيد بتاع الاضاءه، او يشيل الوسط اللي بيمشي فيه الاضاءه نفسه، حاجه اسمها ستاند. الكلام ده انا كله كان معايا من الاول، بس كنت شغال بحاجه انا اعتبرها مقارنه بالدلوقتي دي اللي عندي هي تعتبر بدائيه. جوده الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها لغايه دلوقتي واللي قبل كده انا عارف انها كويسه جدا جدا بالنسبه لي، انا مرضيه، مش هقول انها وحشه، ما اقدرش اقول اصلا انها وحشه. حصل فيها تطور وامبروفمنت كبير جدا في السنين اللي فاتت. انا فاكر اول فيديو كنت بصوره كان ما عنديش اصلا معدة اضاءه، انا عملت معدة اضاءه، يعني عملت سوفت بوكس من الكرتون وعلبه سمنه وحطيت فيه دوايه لمبه وحطيت لمبه. الموضوع كان بدائي جدا جدا، وكنت بصور بالهيدفون بتاع الموبايل، كنت بصور تقريبا كان الايفون 5 اس. فالموضوع كان بدائي والموضوع ابتدى يتطور. الموضوع ده كان زمان، يعني تقريبا احنا داخلين لو قلنا مثلا في 2017 يعني كده تقريبا 8 سنين. واصلا لازم نبدا في الاول بالمعدات اللي قدامنا، لان احنا ممكن نكون اصلا انت مش سيريس اباوت انك انت اصلا تبدا او تكمل في تصوير الفيديوهات او تصوير المحتوى عموما او تقديم المحتوى. فعشان كده ابدا باللي معاك دايما. دي حاجه دايما كل الناس بتقول لك عليها، فانا بدات باللي معايا فعلا واتطورت واحده واحده الى ان وصلنا لاكبر امبروفمنت حصل معانا. اغلى معدات اضاءه اشتريتها في حياتي، وما اعتقدش ان انا هعرف اشتري حاجه بنفس السعر تقريبا قدام. اول حاجه بالنسبه لللايتنينج هيد، اول وحش معانا النهارده هو الهيد الاضاءه نفسه. كان عندي اكتر من اوبشن، تقريبا كانوا 3 أو 4 اوبشنز. حبيت ان انا اقلل شويه الاختيارات، ومساعده شات جي بي تي ومساعده جوجل ومساعده صديقي تامر قدرنا نضيق شويه الاختيارات، نوصلناهم ل4. وانا اخترت الاختيار المفضل والمناسب لاحتياجاتي حاليا، وهو الجودكس اس ال 150 واط 3. ليه اخترت الهيد ده تحديدا وايه هي الاوبشنز التانية دي ممكن ابقى اشاركها معاكم في فيديو تاني. بس الموضوع ما كانش سهل وكان بسيط. الموضوع اخذ مني حرفيا اكتر من 3 اسابيع سيرش، وان انا ادور على الانترنت على اليوتيوب على فيديوهات بتتكلم عن هدات الاضاءه، وكل ما انا دماغي تروح ناحيه هيد اضاءه معين ابدا اسرش عنه. يعني كان في الاول خالص جودكس اس ال 150 مش وات كده ونسكت، لا بي اي. فسرشت عرفت يعني ايه البي اي، وعرفت انه باي كلر، يعني هنقدر نعمل اضاءه ثنائيه، يعني اضاءه بيضه خالص واضاءه صفراء، فنقدر نلعب بالاثنين. فشفت انا محتاج ايه واشتريته على اساسه، فاخترت الجودكس اس ال 150 واط العادي الدي لايت 3 تقريبا. ده الموديل بتاعه 3. الموديل ده مش جديد، ده الموديل تقريبا ليه اكتر من 3 سنين، لان شفت يوتيوبرز اجانب بيعملوا ريفيو عنه من 3 سنين فاتت. مش عارف اقول انا متاخر ولا مش متاخر، بس ده بالنسبه لنا احنا فهنا في القناه ده بيج 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 امبروفمنت واغلى اضاءه ممكن اشتريها في حياتي. ليه بقى بسميه وحش؟ ان يا اخوانا انا اتفاجئت من العظمه القوه اللي بيقدمها اللايتنينج هيد ده. حرفيا ده 150 واط، انا لما بشغله على 100 ما بقدرش ابص عليه، يعني ما اقدرش ابص على الهيد بتاع الاضاءه. ليه اشتريت المعدات دي والاختيار كان بقى عليه؟ دي فيديوهات هنتكلم عنها ان شاء الله قدام، وهشارك معاكم الحاجات دي خطوه بخطوه، عشان كده اتاكد انك انت متابعني ومشغل زر الجرس. بس انا بقالي اكتر من 2 مهتم بتطوير المعدات اللي انا بصور بيها 1 باي 1. كان الموضوع بدأ بالكاميرا، كنت الاول بصور بموبايل النوت 9، وبعد كده بصور بموبايل بيكسل 6. مؤخرا اشترينا الكاميرا كانون ار 50. ده كان بالنسبه لي التطور اللي هنعمله في المعده اللي بتصور الفيديو. تاني حاجه كان تطوير بالنسبه لنا، اشترينا للمايك ده اللي هو الهولي لاند لارك ام 2 اس. كان اهتمامي وهوسي بان انا اصور فيديو الصوت فيه يكون كويس وكريسب وواضح في كل مخارج الحروف بتاعتي، بلس انه يكون في عزل ضوضاء. ده كان شيء بيقتلني بحثا، كل شويه بدور ايه المايكات الكويسه. جربت المايكات اللي بسلك وكانت كويسه جدا، وفي ناس على فكره بتطلع منها جوده صوت يمكن تكون شبه الجوده اللي طالعه من المايك دلوقتي، ويمكن كمان تكون احسن. لان برضو عشان اعترف لكم اعتراف، انا في التعديل على الصوتيات لسه بتعلم، فده برضو من ضمن الحاجات اللي انا هطور فيها من نفسي ان شاء الله خلال سنه 2025 كتطوير في كورسات وحاجات، وادور على اليوتيوب ازاي اقدر اظبط الاصوات او العب في الصوت واظبطه بشكل انه يكون كريسب وواضح زي اي فيديو تاني انتوا بتشوفوه عموما. ده كان التطوير بتاع الصوت. اخر تطوير معانا انا شايف انه كان المفروض اصلا يكون اول تطوير هو التطوير في الاضاءه. ليه كان المفروض يكون اول تطوير؟ لان انت ممكن تصور بموبايلك صوره او فيديو
يكون الاضاءه فيه كويسه، الصوت فيه مسموع، هيعدي ويمشي والناس هتنبسط. فاللي انا عايز اقوله لك دلوقتي انك تبدا بالموبايل بتاعك فعلا تستخدم مصدر اضاءه يكون كويس، وتبقى تقرا شويه وتتعلم شويه عن الاضاءه، واتاكد دايما ان الصوت يكون طالع من المايك بتاعك كويس والفيديو بتاعك مسموع. لو عملت الثلاث حاجات دول وعندك ستوري تقدر تحكيها للناس وعندك فاليو تقدر تضيفها للناس، ايفينشولي هتلاقي الموضوع بيبقى افضل بالنسبه لك. فاللي انا عايز اقوله انك ممكن من موبايلك لو استثمرت اضاءه وصوت كويس هتطلع فيديوهات فعلا كويسه جدا. واحنا اصلا حرفيا لغايه الفيديو اللي فات كانت جوده الفيديوهات بتاعتنا كويسه جدا. بالنسبه بقى لجوده الفيديو ال 4K بقى وال 1080 والكلام ده كله، اعتقد في عصر الشورتس والريلز محدش بيهتم بجوده الفيديو كجوده فيديو. انت حرفيا بتشغل فيديو على اليوتيوب اوتو اصلا على حسب الباقه النت وبيظبط معاك. يعني انا حاليا بصور 4K بس انا متاكد انك مش بتشوف الفيديو ده على جوده 4K، او لو انت مشغل ال 4K اصلا موبايلك ممكن تكون شاشته مش بتشغل 4K. ف I think you got the point. الرحلة كانت متعبة جدا من أول ما أصلا ناخد قرار إن إحنا نشتري المعدات ولا ما نشتريش نكمل زي ما إحنا، إلى بعد ما أخدنا قرار وبقينا ننقي في المعدات نفسها ونختار من حاجة لاتنين. لا المشوار كان متعب جدا، ولكن أنا شايف لغاية دلوقتي إن هو يستحق كل تعب، والحمد لله قدرنا نشتري المعدات. الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا جدا، مبسوط جدا إن أنا هشاركها معاكم إن شاء الله قدام. لا هيد الإضاءة ده هيطلع إضاءة وهيطلع نور، لازم يمشي في وسط في محيط كده. هدفي اصلا من المحيط او الوسط اللي انا اشتريته ده انه يكون الاضاءه على وشي انا بس. فكان عندي كذا اختيار قدامي للسوفت بوكس بتاعنا، اخترت اختيار واحد هو الجودكس بارابوليك QR B90. وحرفيا يا اخوانا انا درست كل حرف مكتوب في العنوان او اسم المنتج ده، وعرفت يعني بارابوليك، عرفت يعني ايه QR، عرفت يعني ايه B90. والجودكس دي براند نفسه فمش محتاج ان انا اتكلم عنه. كلمه ان انا درست كل حرف مكتوب في اسم المنتج ده يدل على مقدار جناني في البحث، وان انا اسرش كويس عشان اتاكد واعرف قبل ما انا اشتري الحاجه ان انا هختار افضل اختيار مناسب لامكانياتي حاليا، البادجت والنيدز بتاعتي هقدر البيها لما اشتري الحاجه دي. فاخترت السوفت بوكس الجودكس البارابوليك QR B90 لاكتر من سبب. برضو حابب ان انا اشاركها معاكم في فيديو تاني او قدام شويه في فيديوهات تانية ان شاء الله هتكون متخصصه اكتر بالناس اللي مهتمه بصناعه المحتوى. الفيديو ده انا بوثق بيه الامبروفمنت الكبير اللي حصل عندي في الاضاءه لكل الناس. بنعمل امبروفمنت تاني نفتكر ونشوف مع بعض الامبروفمنت اللي بيحصل قدام واحده واحده. بس للاسف كان عندي مشكله قبل ما اشتري السوفت بوكس ده، ان انا مسافه ما انا اخترت الحجم بتاع السوفت بوكس والبراند والنوع نفسه كان حرفيا سعر السوفت بوكس زاد تقريبا اكتر من 70% من سعره. وده بيحصل لي دايما مسافه ما انا بختار المعده او الحاجه اللي انا عايز اشتريها بحس ان العالم كله داخل يشتريها معايا فبتغلى، مش عارف ايه السبب. بس اشتريتها لان كنت محتاجها خلاص لازم اشتريها، واتحطيت قدام الامر الواقع فاضطريت ان انا اشتريها. خصوصا كمان ان هي اصلا كانت بتخلص، مش عارف ازاي بتخلص، يعني هي موجوده على الانترنت من زمان خالص، يعني لازم تخلص قبل ما انا اشتريها مش عارف. المهم بقى اشترينا الوسط واشترينا الهيد بتاع الاضاءه. هنحط بقى الحاجات دي على ايه؟ على الستاند اللي عندي ده بالنسبه للحاجات دي بيبي. ليه؟ لان بمجرد ما حطيت الهيد الاضاءه او الاوكتي على الستاند يعني حرفيا قاعد يرقص كده، واقل شيره يروح هيترمي قدام. ودي اضاءه مش رخيصه، مش رخيصه جدا بالنسبه لي انا اتليست. علشان كده احنا دخلنا في مشكله ثالثه، وهي ان المعدات اللي معايا اللي هي الاوكتا والهيد الستاند برضو اللي معايا القديم ما يشيلهمش اصلا. فبالتالي كان لازم نخش في رحله ثالثه من البحث عن ستاند يكون البيلد كواليتي بتاعته تكون كويسه، او في نفس الوقت يشيل الهيد والاوكتا اللي معانا حاليا ويكون جاهز لاي ابجريد يحصل قدام. لان اصلا الاوكتا والهيد لوحدهم تقريبا وزنهم حوالي 7 كيلو، فاحنا محتاجين ستاند يكون وزنه لوحده اكتر من 7 كيلو عشان يقدر يشيل اصلا 7 كيلو دول واي ابجريد تاني. فدخلنا في رحله ثالثه من البحث. بالنسبه للستاند البراندز ما كانتش كتير، هم تقريبا 3 أو 4 براندات كلهم صيني طبعا. كان بس الهدف ليا او النيدز بتاعتي اللي انا بختار على اساسها الستاند انه يكون رقم واحد معمر او البيلد كواليتي بتاعته تكون كويسه جدا. فكانت الاختيارات قدامي ما بين الالومنيوم والستانلس ستيل، فمن غير تفكير رحت ناحيه اختيار الستانلس ستيل. تاني حاجه بالنسبه لي او تاني اوبشن بيقدموا لك الستاند عموما من النوعيه دي الستاندات الاضاءه، الطول بتاع الستاند بيطلع معاك لغايه فين. انا كابانوب مش فارق معايا الطول جامد لان انا كده بصور اغلب الفيديوهات اندور، فما اعتقدش اكتر من متر ونص 2 متر محتاجه. بس كل الستاندات اللي في البادجت اللي انا اشتريها كانت بتوصل ل 2.5 متر او 2.80 كمان، فبالنسبه لي مور ذان انف لان انا مش هوصل اصلا للطول ده. وتالت حاجه بالنسبه لي الرجلين بتاعه الستاند محتاج انها تكون بتتفتح لمساحه كبيره شويه علشان يكون مع طول الاضاءه اللي هتحطه على الستاند
تتثبت كويس في الارض فما يبقاش فيها حركه. انا عارف ان بصور اندور فما فيش هواء هيحرك الكلام ده، بس انت بتحرك من مكان لمكان ضد الاضاءه او السوفت بوكس او المعده بتاعت الاضاءه كلها، خصوصا ان انا بصور بكي لايت واحد بس الناحيه دي حاليا، دي مش الاضاءه على فكره، دي الاضاءه القديمه. فانا بحركها من حين لاخر، تصوير شويه بي رولز او شويه مشاهد مختلفه، فانا محتاج ان انا عارف نفسي انا هشيل هحط هتتثبت في مكان على طول، مش هشيل هم انها ممكن تميل في اي وقت. فعلشان كده كان لازم اختار الرجلين والبيلد كواليتي والتوجل بتاع الستاند يكون كويس. يبقى انا كده شاركت معاكم ايه المعدات اللي انا اشتريتها، وما جاوبتكمش السؤال ممكن تكونوا كلكم بتسالوا دلوقتي: ايه يا عم بنوب الشكل اللي انت عايز توصل له اللي عرفنا بيه الفيديوهات اللي فاتت كلها وتعبنا معاك وكل شويه تقول لنا انا في شكل في دماغي عايز اوصل له؟ بصوا يا شباب، انا بحب الاضاءه في المكان كله تكون مظلمه، مفيش بس غير اضاءه على وشي ناعمه، احيانا بيكون وشي في الجنب ده مظلم فممكن نستعين بفيد لايت، وبعدين الخلفيه ورايا دايما بتكون مظلمه، فبحب احيانا كل فيديو تاني اظهر عناصر مختلفه في الخلفيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. فده الشكل اللي انا بحب اوصل له واللي بطمح من مده كبيره جدا جدا ان انا اوصل له، ويا رب اكون وصلت له او قربت منه بنسبه كبيره في الفيديو ده. ولكن للاسف، وخليني اقول لكم للاسف، انا شايف ان انا بوصل للموضوع ده متاخر. ليه متاخر؟ لان في العصر بتاع الشورتس والريلز والفيديوهات السريعه الاستهلاك اللي بيتقال عليها كده، اللي هو فيديو في دقيقه واطلع لقدام، فيديو في دقيقه واطلع لقدام، انا شايف ان انا جاي متاخر. لان الناس اللي هم كونتنت كريتورز او صناع محتوى بقالهم سنين موجودين عملوا كوميونتي، عندهم اصلا المعدات اللي انا بشتريها في 2025 دلوقتي هم عندهم من زمان خالص، من قبل كمان ما نبدا. فيمكن اكون شايف انه متاخر، ولكن في 2025 زي ما بقول لكم انا مهتم جدا جدا ببناء كوميونتي يكون منتظرني انا كابانوب يشوف الفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن ايه. وعايز اسالك سؤال في نهايه الفيديو: تفتكروا انا خلاص كده ذاتس انف هكتفي جنان شراء حاجات ليها علاقه بالمعدات عشان اطور من المحتوى اللي انا مش عارف الاند او البنش مارك بتاعي فين ولا لا؟ لان انا بصراحه انا بصور دلوقتي معاكم الفيديو عندي رغبتين تاني كمان. اول رغبه في ان انا اشتري لينز واسعه شويه فيها زوم او برايم لينز، مش عارف لسه، علشان اقدر يبقى في تحكم اكتر في الكادر بدل ما انا بصور بالعدسه ال50 اللي هي رائعه والشاربنس بتاعها عالي، بس دي برايم لينز فمفيش زوم، وبالتالي هي اصلا على كاميرا كروب سنسور، فبالتالي هي مش 50 اللي هي تقريبا 80. وبرضه عايز اشتري في ار جي بي تيوب كده لايت بتقدر تتحكم في الوان الاضاءه، عايز اجيبها عشان الخلفيه عندي ورا مش دايما هتبقى الاضاءه فيها صفراء، عايز اغير من وقت لاخر الوان مختلفه. يا ريت تبص بص على فيديوهاتنا اللي قبل كده وتقول لنا اسئلتك لو عندك اي اسئله، وتشرفنا بالاشتراك في القناه وتعمل لنا فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، لان ما تنسوش ان احنا هدفنا نوصل ل 10000 فولو على التيك توك والانستجرام في خلال السنه دي ان شاء الله. Thank you for watching and see you next video. Bye. عندي كده حاجة من زمان، شايف يمكن دلوقتي كان ممكن أشتغل في حاجة ليها علاقة بالديكور والتصميم الاستوديوهات والجو ده كله. طبعا ده كله أنا عارف إن في ناس أجمد مني في الحتت دي، بس كله بالنسبة لبنوب نفسه بتاع زمان ده أبجريد وإمبروفمنت، فإن شاء الله هيحصل أبجريد